السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ثاني حلقة أصورها، راح تكون أقوى حلقة. هي عن قراءة الإمام عمر بن الخطاب، وبعد بيها صحيح البخاري المناقب. إسلام عمر بن الخطاب: حدثني يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، حدثني عمرو بن محمد، حدثني عن جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه بينما هو في الدار خائفا جاء العاص بن وائل السامي أبو عمرو عليه في حلة من خبره وقميص مكبوب بحرير، وهو بني سام وهم خلفاء رجال، فقال: ما بالك؟ فقال: إنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل لك، لا سبيل لك. بعد أن قالت آمنت، فخرج العاص بن وائل فلقي الناس وقد سال بهم من الوادي، فقال: أتريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب صبيا لا سبيل إليه. الناس: هذا عمر، هذا عمر. شو كان شارد وجاء العاص بن وائل السامي. هسه هاي روايات ما سمى عمر بن الخطاب بالفاروق، راح نفس بطلان هذا الحكي. وعمل بالسادة الطبقات الكبرى الجزء الثالث صفحة رقم 270. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال: ابن شهاب بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال عمر الفاروق، وكان المسلمون يعرفون ذلك لقولهم: ولم يبلغنا رسول الله من شيء، ولم يبلغنا من عمر بن الخطاب قال ذلك إلا عمران فيما كان من المناقب عمر الصالح ويثني، فيما يذكر من مناقب عمر بن الخطاب الصالح ويثني عليه. وقال: بلغنا أن عبد الله بن عمر كان يقول: رسول الله اللهم أيد دينك بعمر. بس هذا عبد الله بن عمر ما له قيمة اليوم، لأن عمر قد أخبرنا إبراهيم عن أبي عن صاحب الكساء عن شهاب أن أبلغنا أن الكتاب أول من المسلمون يتخذون القول به، وقد ذلك بشيء يقولون نفس الناس بالضبط، قبل ناس جديد. بس هذا الثاني. حدثنا الحارث قال: حدثنا سعد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن شهاب أبلغنا أن أهل الكتاب كان أول مسمى عمر بن الفاروق، فكان يقولون رسول الله شيئا. إذا رسول